السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض اكله خفيفه جدا وطعمها جميل. هنعمل النهارده جلاش بالجبنه بطريقه سهله جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا ميكس جبن ومعايا هنا لانشون، اي بواقي من التلاجة نبتدي ان احنا نستخدمها في الوصفة بتاعتنا. ومعايا زيتون مخلي وحطاه في المية عشان خاطر ينزل اي زوايد ملح عشان ما يكونش الجلاش بتاعنا يكون حادق. ابتدي ان انا اجيب لفة الجلاش عندي بالشكل ده، وابتدي ان انا اخد مقاس الصينية بالشكل ده. والزوايد اللي بتطلع من الجلاش احنا مش بنرميها، بنستخدمها في الوصفة بتاعتنا. خلاص خدنا مقاس الصينية، نبتدي ان احنا ندهن الصينية بالسمنة بالشكل ده، ونبتدي ناخد نص لفة الجلاش نفردها كويس في الصينية عندنا بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ان احنا ناخد ميكس اللانشون على ميكس الجبن بالشكل ده. ممكن نعملها بميكس الجبن وممكن نعملها باي حشوة اللي متوفر في البيت عندنا. بعد كده انزل عليها بالجبنة موتزاريلا وانزل عليها بالزيتون بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا اخد الزوايد اللي احنا طلعناها من الجلاش، ابتدي ان انا افردها كويس جدا في الصينيه بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد كده ابتدي ان انا ادهن دهنه خفيفه جدا من السمنه. بعد كده ابتدي ان انا اخد نص لفه الجلاش وابتدي ان انا اقفل بيها الصينيه بتاعتي بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا ادهن وش الجلاش بالسمنه بالشكل ده، وابتدي ان انا اقطعها. ميزه ان احنا بنحط السمنه على الجلاش كده ان هي بتسهل علينا تقطيع الجلاش. وكده خلاص قطعنا الجلاش بالشكل ده. نبتدي ان احنا نجهز الشوربه بتاعتنا اللي هنسقي بيها الجلاش. عندي هنا مكعب مرق دجاج، وانزل عليها بلتر ميه، وانزل عليها برشه بسيطه من الفلفل الاسود، وانزل عليها بالملح، وابتدي ان انا اسيبها على النار تغلي. لو متوفر عندنا شوربه لحمه او شوربه فراخ نبتدي ان احنا نستخدمها في الوصفه بتاعتنا. بعد كده بكون مجهزه معايا كوبايه لبن ومعايا بيضه، وابتدي ان انا اكسر البيضه واللبن في الخلاط بالشكل ده، وانزل عليها بربع معلقه فلفل اسود واضربهم كويس. وبعد كده اسقي بيها الجلاش. بكون مجهزه معايا نفس الكوبايه اللي احنا استخدمناها في اللبن، اخد منها كوبايه من الشوربه اللي احنا عملناها مع بعض واسقي بيها الجلاش بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا ادخل الجلاش الفرن على درجة حرارة 180 يطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ ما تعرفوش تفرقوا ما بينها وما بين الفطير. بجد وصفة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية وطعمها جميل جدا، وكمان تنفع معانا فطار او عشاء. بجد من الاكلات الجميلة جدا، اقتصادية وتنفع معانا غدا. حاجة بجد في منتهى الجمال وحاجة خفيفة كده في فترة الصيف. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. ممكن نستخدم فيها اي نوع حشوة احنا بنحبها او المتوفر عندنا في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.